ميني بسيطلات ديال الحوت كيجيو رائعين، غادي نشاركهم معكم بجميع التفاصيل. جربوهم راه كيجيو غزالين في المذاق. نبداو على بركه الله. في واحد الاناء كندير عصير ديال نصف حامضه، 3 المعالق 4 المعالق ديال الزيت بلديه، 3 المعالق من القزبر المعدنوس، درت الثومه، الحامض المصير قطعته صغير، وبالنسبه للعطريه درت شويه ديال الكمون، واحد راس معلقه من العطريه ديال الحوت، والتحميره، وشويه ديال الخرقوم بلدي ما كثرتش باش نبقاو في المذاق ديال الحوت، ما تكثروش بزاف الشرموله باش ما تجيش مجهده على الحوت. والملحه ما كنكثروش بزاف. هنايا درت شويه ديال البودره ديال الثوم، القليل من الحار، شويه راه ما جاش باين نهائيا. وكنديروا شويه ديال الصوجه، واحد معلقه ديال صلصه الطماطم، وضفت القياس ديال 2 المعالق 3 المعالق ديال الماء. كنخلطو مزيان. هاد الشرموله عرفتي على ريحه غزاله وكتجي رائعه، اعتمدوها عندكم في الحوت راه كتجي زوينه بزاف. صافي كنخليوها على جنب. كنمشيو للمقيله ديالنا اللي درت فيها الزبده مع الزيت، وكنبداو نستوي في الحوت ديالنا على حسب الحوت اللي كان عندكم متوفر، وعلى حسب افراد الاسره. انا هنايا درت شويه، ملي غتسالى غادي نعاودوهم ان شاء الله. صافي هنايا كنضيف واحد 2 المعالق ديال الشرموله، وكنحاولوا نحركو مزيان حتى كيطيب لينا الحوت ديالنا. من بعد هذا الحوت هذا راه كنقطعو قطع صغيره، وعلى جنب كنخليوه يستقطر مزيان. صافي في نفس المقله كنديروا الغامبا اللي هي كروفيت، كنديروا عليها 2 المعالق ديال الشرموله، نفس الشرموله كنخدموا بها كلشي. صافي حتى هي كنخليوها تستقطر مزيان. وفي نفس المقله درت هنايا الكالامار اللي طاب مزيان. من بعد حتى هو راه قطعته قطع صغيره. صافي كنجيب المقيله ديالنا كندير فيها الشرموله اللي بقات ليا مع الفيرميسيل اللي طبعا رقدناه في الماء، والفطر الاسود. صافي من بعد ملي كيكون كلشي قطعته قطع صغيره، كنضيف من بعد الشعريه مع الفطر. ضفت شويه ديال الفرماج الاحمر غير باش يعطي ديك التعليكه. وصافي هنايا كنجيب الزيت، درت فيه شويه ديال التحميره وشويه ديال الصوجه باش يعطينا داك اللوين زوين في البسيطلات ديالنا. صافي وانا كنجيب واحد الاطار، الطريقه اللي كيعرفها كلشي. الورقه كنقطعها على 4، الربع كنديروا الاولاني، والقطعه الثانيه كنديرها باش ما يطرطقوش لينا وكيبقاو مزيانين. وكنجمعوهم بالدقيق مع الماء، ولا تقدروا ديروا بياض البيض وكنحتفظوا بهم. كيبقاو في المجمد راه طبعا ما كيوقع ليهم والو. ومنين تبغيو طيبوهم ديروهم في الفران. كنقول لكم شكرا لكم بزاف، حتى شي فيديو جديد ان شاء الله.